السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال وبصحه جيده يا رب. ومرحبا بكم البنات في قناتكم حسنه كيتشن. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فاشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس، لان البنات اغلبيه المشاهدات عندي في القناه الناس اللي هما ما مشتركينش في القناه، فكنقول لكم اشتركوا ومرحبا بكم في قناه حسنه كيتشن، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في الوصفات. اليوم ان شاء الله البنات مع فيديو جديد ووصفه جديده. غادي نحضر معكم وصفه اللي رائعه رائعه بزاف، كتجمع ما بين اللذه والقرمشه والبساطه بعجينه المسمن مع اضافه اخرى. ما كتاخدش منا وقت اللي هو كتير ولا مجهود، مقرمشه ومورقه وسهله جدا 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 البنات. فغادي تعجبكم هذه الوصفه هذه، وغادي يولي عندكم هذا العجين معتمد في بزاف من المعجنات او المملحات. فبقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو في المكونات ديال العجين. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال السكر مع ياغورت طبيعي، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون والماء دافي، وعندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق ما يعادل 500 غرام. وغادي ندوزو باش غادي نحضروا العجين ديال الفطائر. كندير واحد الحفيره في الوسط وكندير فيها الملح، معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نضيف عليها ايضا معلقه صغيره ديال السكر، فممكن تعوضوها بالعسل. وغادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، او ممكن تعوضوها بزيت نباتيه. وغادي نضيف الياغورت الطبيعي، وغادي نبدا نضيف الماء شويه بشويه وانا كنجمع في العجين. هاد العجينه هادي فراه ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، غير كنجمعوها بالماء صافي. والعجينه كتكون مرخوفه واحد شويه، ما كتكونش قاصحه اكثر من الجهد وما كتكونش تاني جاريه. صافي هنايا البنات من بعد ما جمعت العجين، العجين كتكون مرخوفه واحد شويه، ما كتكونش يعني جاريه بزاف وما كتكونش تاني قاصحه اكثر من الجهد. صافي من بعد ما جمعتها غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي. وهانتوما تشوفوا الشكل ديال العجينه، فراه ما دلكتها ما والو. غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح واحد شويه، وغادي ندوزو لمرحله اخرى ان شاء الله. وصافي هنايا البنات من بعد ما خليت العجين ارتاحت واحد شويه، ما كتاخدش منها وقت اللي هو كتير. هانتوما كتشوفوا العجينه راها مرخوفه وارتاحت. صافي غادي نحطها فوق سطح العمل، وانا كنرش شويه ديال الدقيق، وغادي نقسم هذا العجين هذا على زوج، ومن بعد غادي نعاود نقسمها على 4. صافي بهذا الشكل هذا، وكل جزء اللي قطعت كنعاود نقسمه على زوج. يعني غادي نتحصل هنايا على 8 ديال الاجزاء. وهنايا من بعد ما قطعت العجينه كامله غادي ندوز دابا باش غادي نشكلها الى كويرات. هاد العجينه هذه كامله اللي عندي غادي نشكلهم على شكل كويرات بحال المسمن، ونحاولوا نديروهم يعني يجيونا قد ما تجيناش وحده كبيره بزاف وحده صغيره. عندنا ميزاننا وحنا كنكورو كنشوفوا اللي خاصها شي حاجه كنقطعوا من وحده وكنلصقوا في الاخرى. صافي بهذه الطريقه هذه حتى نشكلهم كاملين، وغادي نديرهم في واحد البلاطو او صينيه اللي مرشوشه بشويه ديال الدقيق. صافي وغادي نستفهم كاملين وغادي نغطيهم واحد 5 دقائق او 10 دقائق حتى يرتاحوا. وغادي ندوزو دابا باش غادي نورقوا هاد الكويرات هادو. وصافي هنايا من بعد غادي نغطي العجين بالبلاستيك الغذائي وغادي نغطيه بواحد الزيت وغادي نخليه يرتاح واحد 5 دقائق او 10 دقائق. وهنايا البنات غادي ندوزو باش غادي نورقوا المسمن. هنا غادي نحتاج 150 غرام ديال الزبده. الزبده كتكون بدرجه حراره المطبخ. وهنايا غادي نورق بالزبده اللي من الاصل ديالها حيواني، ولكن ماشي ديك الزبده اللي كتكون غاليه بزاف. هذه راها رخيصه، ارخص زبده اللي كيكون الاصل ديالها حيواني هذه هي باش خدمت. فممكن تخدموا بالمارغرين او ممكن تخدموا بالزبده ديال البواطه، لكم الاختيار، خدموا باللي بغيتو. غير هي الزبده من اصل حيواني فكيكون المذاق مختلف، كيكون مذاقها زوين، ماشي بحال ديال البواطه وماشي بحال ديال المارغرين ديال التوراق. صافي هنايا كناخذ 2 كرات من العجين، كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، كنرش لتحت والفوق.
فوق من الكرة، وكناخد المدلك وكنبدا كنسرح في العجينة بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي كنسرحها واحد شوية وكنحطها كنخليها على جنب، وكنعاود كناخد الكرة الثانية وكنبدا نسرحها بنفس الطريقة. صافي هنايا البنات غادي نحاول نوزع الزبدة فوق من العجين. وهنايا البنات خدموا باي نوع ديال الزبده بغيتو، فممكن تخدموا بالزبده حيوانيه اللي كيكون الثمن ديالها اللي هو مرتفع بزاف، وصراحه كتعطي مذاق اللي هو زوين. انا هنايا راني خدمت بالزبده اللي الاصل ديالها حيواني، ولكن الزبده اللي هي رخيصه. الا كنتو بغيتو تخدموا بالزبده مارغرين، فمن الاحسن انكم تحكوها فوق من العجين حيت هي كتكون قاصحه، أو ممكن تخدموا بالزبدة ديال البواطة حتى هي راه كتكون رطبة وتكون بدرجة حرارة المطبخ. هنايا عندي الزبدة راها لينة بدرجة حرارة المطبخ. صافي راني وزعت الزبدة على العجينة كاملة بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وكنحاول كنبدا نسد في هاد الجوانب هادو، كنبدا كنضغط عليهم بإيديا واحد شوية. صافي بهذا الشكل هذا. صافي وكنحط هاد العجين هادي اللي طلقت ودرت الزبده من الوسط، وكنعاود كنهز جوج كرات اخرين. فهاد الكميه هادي ديال الزبده اللي عندي البنات فراه نقسمها على 4، 150 غرام كتقسموها على 4، وكتشوفوا ديك الزبده بشكل اللي هو متساوي، باش تجينا باش يجيونا هاد الفطائر مورقين كاملين. صافي وهنايا كنستمر بنفس الطريقه، كنسرح جوج كرات، كنطلقهم وكنرش شويه ديال الدقيق لان العجينه راه مرخوفه. صافي وكنوزع الزبده فوق من العجين اللي طلقت. صافي وكناخد العجينه الاخرى اللي طلقت كنعاود نديرها فوق من الزبده، وكنسد دوك الجنيبات كندور عليهم مزيان حتى كنسدهم، وكنحطها على جنب. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكرات كامله اللي عندي، وغادي نتحصل على 4 ديال الكرات اللي في وسط منهم الزبدة. صافي هنا من بعد ما كملت البنات هذوك الكويرات كاملين، من بعد ما درت لهم الزبدة من الداخل، كناخد هنايا الأولى باش بديت كنضغط عليها غير شوية بالدلاك بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي وكنبدا كنطلق فيها. صافي غادي نطلق هاد الكويرة مزيان، نسرحها مزيان حتى كتولي العجينة رقيقة واحد شوية. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيبانوا دوك الطريفات ديال الزبدة، ما كتخرجش الزبدة، حاولوا ما امكن باش ما تخرجوش الزبدة. علاش كنضغطوا على العجينه في الاول باش ما كنبركوش على المدلك في خطره واحده ونخرجوا الزبده. كنبداو نضغطوا عليه شويه بشويه، عاد كنبداو كنطلقوا في العجينه. كنتمنى تكون الفكره واضحه، كنتمنى نكون نكون وصلت لكم الفكره وشرحت لكم واحد شويه. صافي من بعد ما كنطلق العجينه بهاد الطريقه هذه كنتحصل على هاد السمك هذا. صافي نطوي هاد العجينة هادي على شكل مسمنة. كنطويها الطرف وكنعاود كنطويها الطرف آخر، وصافي كنبدا كنطويها بحال شكل المسمنة على شكل مربع. صافي وبنفس الطريقة كنعاود كناخد كرة واحدة أخرى وكنبدا كنسرح فيها بهذا الشكل هذا كيف ما درت معكم في الأول. صافي حتى كنتحصلوا على واحد السمك اللي هو رقيق مزيان. وصافي وكنبدا كنطوي على شكل مسمنة بنفس الطريقة اللي درت معاكم. صافي كنستمر بنفس الكيفية حتى كنكمل العجين كامل اللي عندي، وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي مع واحد الزيف ونخليه واحد 10 دقائق يرتاح. وغادي ندوزو دابا باش غادي نوجدو العمارة او غادي نوجدو الحشوة. وهنايا في مقله على عافيه اللي متوسطه غادي ندير فيها القليل من الزيت، زيت نباتيه. غادي نضيف عليها جوج حبات من البصله اللي مشلده او مقطعين رقيق. غادي نديهم ونجيبهم في المقله حتى كنحسوا بديك البصله طابت ودبالت. وغادي نضيف عليها جوج حبات من الخيزو اللي كندوزو في الهاشوار كنطحنوه. وغادي نضيف عليها ايضا جوج حبات من الكورجيت او القرعه الخضراء اللي محكوكة. وغادي نخلط هاد المكونات كاملة حتى كتشحر وكنحسوا بهم طابو. وغادي نضيف عليهم المكونات الاخرى. وهنايا في طحانه او في روبو غادي ندير فيها واحد الكميه ديال لادانت 250 غرام اللي استعملت انا هنايا اللي هي رابعه. غادي نضيف عليها جوج معالق كبار ديال الزبده مع 3 د الحبات ديال الجبن المثلث او الفرماج المثلث.
وغادي نضيف عليها التوابل. عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الملح، وربع معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او البزار. وغادي نضيف عليها ايضا هنايا ربع معلقه صغيره ديال السودانيه اختياريه، وربع معلقه صغيره ديال الكمون والخرقوم. غادي من بعد عاد غادي نضيفو في مرحله اخرى. صافي غادي نطحن هاد المكونات كامله، غادي نطحن هاد اللحم هذا مع الزبده والفرماج ومع دوك التوابل حتى كتنسجم جميع المكونات. وغادي ندوزو دابا لمرحله اخرى. صافي هنايا من بعد ما خليت الخضره تتشحرات مزيان وتشحرات مزيان طابت، صافي دابا غادي نضيف عليها داك لادان اللي طحنته مع الفرماج والزبده ودوك التوابل. غادي نحاول نفرتت هاد اللحم هذا وينسجم ليا مع ديك الخضيره. صافي وغادي نضيف عليه ايضا داك الخرقوم، داك نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، وداكشي اللي بقى ليا من الكمون مع السودانيه. الفلفله الحاره فممكن تستغناو عليها الا ما كانش كيعجبكم الحار. صافي وغادي نخلط هاد المكونات كامله حتى كنحسوا بداك اللحم طاب ونسجم مع ديك الخضره. وغادي نضيف عليه اضافه اخرى، غادي نضيف عليه الشعريه الصينيه اللي كنكونوا مرقدينها في الماء غليان حتى كتطلق. عاد كنصفيوها مزيان وكنضيفوها على المكونات. صافي هنايا من بعد ما درت الشعريه الصينيه غادي نضيف عليها ايضا معلقه كبيره ديال صوص الصوجا. فانا نسيت ما ذكرتهاش في المكونات من قبل. هنايا عندي لاصوص الصوجا ثقيله، ديك الخاتره. غادي ندير معلقه كبيره يعني ما عمرش بزاف. واذا كانت عندكم لاصوص الصوجا اللي هي خفيفه ديروا 2 معالق، يعني ماشي مشكل. هذه اللي كتكون ثقيله كتكون المذاق ديالها مجهد واحد شويه. غادي نضيف ايضا واحد شويه ديال السودانيه. صافي وغادي نخلط المكونات كاملين حتى كتنسجم مزيان. صافي وغادي نخلي هاد الحشوه هادي على جنب ونخليها حتى تبرد. صافي من بعد ما خليت الحشوه حتى بردات مزيان غادي نضيف عليها شويه ديال الفرماج او الجبن الاحمر. ممكن ديروا الموتزاريلا او ممكن تخلطوا بيناتهم، ديروا شويه من الموتزاريلا وشويه من الفرماج الاحمر. الفرماج الاحمر كيعطي مذاق اللي هو زوين، والموتزاريلا كيعطينا ديك التعليكه. صافي غادي نخلط هاد الحشوه هادي حتى كتنسجم مزيان مع الفرماج. وغادي ندوزو دابا باش غادي نسرحوا العجين. وصافي هنايا من بعد ما خليت العجينه ترتاحت مزيان عطيناها الوقت الكافي باش غادي نطلقوا هاد العجينه هذه وما تقطع لينا ما تشقق ما حتى شي حاجه. صافي كنرش شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل وكنبدا كنسرح العجينه بالمدلك. وكنبدا كنسرح فيها حتى كنتحصل على واحد المربع اللي هو كبير كيف ما كتشوفوا في الصوره. صافي هنايا من بعد ما سرحت العجينه هنايا ما كتكونش غليظه بزاف وما كتكونش ثاني رقيقه اكثر من الجهد. صافي كنقسم العجينه على جوج وكنعاود كنقسمها على 4، كنتحصل على 4 ديال المربعات. كنجيب ابيض ديال البيض آه هو باش كنلصق هاد الفطائر هادو كندهن بياض البيض في الجوانب بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كندهن الجهات ب4 بحال هاد الطريقه هذه. صافي وهنايا كنبدا كنوزع في الحشوه على المربعات. كندير واحد المعلقه كبيره او معلقه وشويه اللي كندير في الحشوه. من بعد ما كنخلي الحشوه حتى كتبرد تماما. ما كنديروش هاد الحشوه سخونه باش ما كتذوبش لينا ديك الزبده اللي كاينه في العجينه. هذه كنأكد عليها، ما ديروش الحشوه وهي سخونه. صافي هنايا البنات من بعد ما وزعت العجينه بشكل اللي هو متساوي يعني كنديروا قياس واحد، ما كنديروش وحده خاويه شويه وحده عامره بزاف. كنجمع هاد القنيتات هادو كنبدا كنضغط عليهم بايديا وكنعاود كنهز هاد الطرف هذا ومن بعد كنعاود نهز هاد القنت وكنبدا كنقرص في العجينه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. يعني كنضغط عليها واحد شويه. وهنايا خاصكم تستعملوا شويه ديال الدقيق، بقات كيسوا يديكم في شويه ديال الدقيق لان العجينه كتبدا كتلصق وفيها داك بياض البيض كيبدا يلصق لينا في ايدينا وكنبداو نجرو معنا العجينه. كنتمنى تكون الطريقه واضحه.
صافي كنتحصلوا على هذا الشكل هذا. كنضغط عليها واحد شويه باش كنعاود كنثبت دوك الجناب اللي قرصت في العجينه. صافي، وهذا هو الشكل ديال هاد الفطائر. هادو كيجيو على شكل مربع، كيجي الشكل ديالهم رائع. صافي، وبنفس الطريقه غادي نعاود معكم واحده اخرى. كناخذ هاد القنيتات هادو وكنبدا كنقرص في العجينه، وانا كندير شويه ديال الدقيق في يديا باش ما كتلصقش ليا العجينه وداك بياض البيض. وكنعاود كناخذ هاد القنت هادي بنفس الطريقه، وانا كنسد وانا كنسودي في العجينه بهذه الطريقه، باش ملي كتندخلوا هاد الفطائر للفران ما كتخرجش لينا ديك العماره، وما كت ما كيطرطقوش لينا. كنحاولوا نسدوهم مزيان وكنتاكدوا باللي راهم مسدودين، وتا داك البياض ديال البيض راه كيساعدنا باش كيتسدوا. غير هي واخا هكاك حاولوا تقرصوا العجينه مزيان وتبقى تستعملوا شويه ديال الدقيق باش ما كتلصقش لينا العجينه في ايدينا وكتبقى شي بلاصه ما مسدوداش. صافي، وكنستمر بنفس الطريقه وبنفس بنفس الكيفيه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي من الفطائر. وغادي ندوزو دابا لمرحله اخرى ان شاء الله. صافي، هنايا من بعد ما شكلت العجينه كامله غادي ندهنهم باصفر البيض مع شويه ديال الحليب. كنخففوا اصفر البيض مع شويه ديال الحليب وواحد معلقه صغيره ديال لاصوص الصوجا. كنخلط هاد المكونات كامله حتى كتنسجم، وغادي ندوز دابا باش غادي ندهن الفطائر كاملين بهاد الخليط هذا. وهنايا غادي ندير لهم تزيين بسيط. كناخذ موس كندير خط من الوسط وكنبدا كندير خطوط بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الصوره بهذه الطريقه هذه. صافي، وكنستمر بنفس الكيفيه حتى كندير الخطوط على هاد الفطائر كامله. وغادي ندوز دابا باش غادي نزين هاد الفطائر بشويه ديال البافو او الخشخاش. يعني غادي ندردر عليهم شويه ديال البافو، وغادي ندردر عليهم كذلك شويه ديال الزنجلان الابيض اختياري، او ممكن تخليوهم يعني هكاك ما تدردروا عليهم حتى شي حاجه الا ما كانش متوفر عندكم البافو او الزنجلان. صافي، وغادي نستمر بنفس الطريقه. وهنايا راه كندير الفران كيسخن الفران مزيان. ومن بعد ما كندخلوا هاد اللاطه هذه للفران كنعاودوا كنقصوا، كتكون العافيه متوسطه، وكنخليوهم حتى كيتورقوا مزيان وكيطيبوا من الاسفل ومن الاعلى وكيتذهب اللون ديالهم. وغادي ندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال الفطائر او المسيمنات اللي حضرت معكم. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الفطائر اللي حضرت معكم، او المسيمنات زينتهم ملي خرجتهم من الفران بشويه ديال الفرماج وشويه ديال المعدنوس اللي قطعته رقيق. كيجيو رائعين، وصفه اللي كتجمع ما بين اللذه والقرمشه والبساطه، وعجينه اللي هي رائعه وخطيره جدا. وإلا جربتوها غتولي معتمده عندكم. كيجيو رائعين، مورقين مقرمشين، المذاق خطير خطير جدا. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه. وما تنسوش البنات ديروا لي جيم الفيديو. ما تنساوليش ملي يجي من الفيديو، فهذا راه تشجيع منكم البنات ليا. وتشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوا، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في الوصفات. والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم الوصفه.